مامة أروى بتسأل، بتقول بنتي متجوزة في بيت العيلة وجوزها وأهله مش بيخلوها تيجي تزورني، وأنا كنت بروح وحصلت مشكلة فمنعوني إن أنا أروح ليها. طيب صلى على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا احنا لما نيجي نتكلم يا اخوانا، احنا بنتكلم بالهوى ولا بنتكلم من خلال كلام ائمتنا طبعا رضي الله بالشرع عنهم؟ طبعا. صح، ما انا هفهم الشرع ده من خلال كلام الائمه طبعا. ولا انا اللي بفهمه؟ لا طبعا. فاحنا متقيدين بالمذاهب. صح ولا ايه؟ المذاهب احنا عندنا الامام ابو حنيفه والامام مالك، واللي مش احنا عندنا الائمه الكبار دول طبعا. ولا انا رجل وهم زيهم بالظبط؟ يعني ما احنا ده اللي بيتقال. انت يا مولانا فاهم ما فيش كده، ازاي الست تطلع من غير جوزها؟ ايوه يا سيدي، الست لو فاهم الشريعه مش هتقول كده. وبعدين افهم الشريعه من خلال كلام ائمتنا السابقين رضي الله عنهم. فاللي انا هقوله ده الناس تراجع وراه. لما نرجع لكلام الكمال بن الهمام رحمه الله عليه، ده في المذهب الحنفي، او نرجع مثلا للبيان والتحصيل للامام ابن رشد الجد اللي احنا بنسميها في المذهب المالكي العتبيه، او نرجع في كتاب التاج والاكليل شرح مختصر خليل، او نرجع لكلام سيدنا الشيخ الدردير. انا بقول لكم اهو وراجعوا الكلام ده، ان هو لا يجوز للرجل ان يمنع زوجته من زياره ابيها وامها، بل من زياره اهلها. وحتى قيدوا كده، قالوا طب لو ابوها مريض تعمل ايه؟ ومفيش ولا يعني كمال ابن هواه كان يقول الكلام ده، ولا يجد لا يجد من يقوم على خدمته وشؤونه الا هذه الزوجه. هل من حق الزوج يقول ده مراتي وما ينفعش انها تروح لابوها؟ تقول لا، تخرج باذنه وبغير اذنه. يعني ابوها هو اللي ليه الحق عليها. يروح فين؟ يموت يعني؟ مين اللي يقوم؟ ما فيش حد. ما احنا ما عندناش بنات نبدا نقسم ده على طب خلاص لا الراجل صحيح وزي الفل يا مولانا، مش عيان يعني، ده راجل زي الفل، بس الراجل بيقول لا والله ما انت رايح عند ابوك. جوزها بيقول بتاع ده جوزها، والله ما انت رايح عند ابوك. طب نشوف كلام الائمه. يا جماعه انتوا بتقولوا ايه في المساله دي؟ عندهم ادله طبعا. طبعا. اللي هو ايه؟ تزور اهلها على الاقل. ما احنا مش رايح كل يوم بقى رايح عند ابويا ورايح عند امي يا مولانا. طب وبعدين تيجي بقى معبأه؟ لا نقول لا لا، على الاقل كل اسبوع كل اسبوع تروح تزور ابوها وامها. الكلام ده موجود في المذهب الحنفي وموجود في المذهب الايه؟ المالكي. فرجاء بقى الناس اللي عماله تقول ايه ما تروحش، ده انتوا ناس خرابين للبيوت والله. صح. انتوا فيقولوا مولانا احنا كده خرابين للبيوت. ما هو اصل جوزي، ما انت كده انت اللي هتخرب البيت. اقول له لا يا مولانا، انا متقيد بشرع، لانه لا طاعه انما الطاعه في المعروف. والراجل ده بيعمل ايه؟ بيمنع صله الرحم. بالظبط. احنا ما بنقلهوش يا مولانا، انما الطاعه في المعروف. اللي هو بيعمله دلوقتي ايه بقى؟ معصيه ولا مش معصيه؟ معصيه. طب هل تسمع كلامه في المعصيه؟ لا. طبعا في قصه تانية اللي هو معلش يا استاذ، اصل كانت في قصه والراجل مريض والست راحت للنبي فقال لها، طب هي جوزها قال لها ما تطلعيش لزيارة فراحت للنبي. طب ازاي؟ هو قال لها ما تطلعيش بره البيت اصلا. فراحت للنبي ازاي؟ ما يعني فقال لها اسمع كلام جوزك. طب والنبي ما قالهاش مثلا انت ازاي طلعتي وجوزك منعك مثلا؟ طبعا ده كان كلام فاضي، قصه مش وحد قاعد على مصطبه طبعا الروايه موجوده لكن لا تصح باي حال.